صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديق؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير؟ وكالعادة فيلم النهاردة من اجمل الافلام اللي هتشوفها. بيبدأ الفيلم من عصابة مكونة من 3 اشخاص، روكي وماني واليكس، ودول عصابة بيسرقوا البيوت، لكن ما بيقدروش يسرقوا فلوس لان عقوبة السرقة بتكون 10 سنين. واليكس بيكون اهم واحد في العصابة لانه هو اللي بيجيب مفاتيح البيوت اللي بيسرقوها، وده لان والده شغال في جهاز امني ومعاه نسخ لكل مفاتيح بيوت المدينة. والراجل اللي بيشتري المسروقات منهم كان بيشتريها منهم بفلوس قليلة جدا، وده بحجة ان الحاجات دي مسروقة. وبعدها بينصح ماني انه يسرق بيت معين، وفعلا بيروح يعرض البيت على روكي وعلى أليكس، وبيعرف ماني ان البيت ملك لضابط جيش متقاعد، وان الراجل صاحب البيت عايش لوحده، وان من فترة طويلة في بنت من عيلة غنية خبطت بنت الضابط ده وموتتها، واهل البنت عوضوا الضابط بمبلغ مالي ضخم جدا، لكنه من وقتها لسه عايش في نفس المنطقة اللي هو فيها، وبيستنتجوا من ده انه لسه ما صرفش التعويض اللي خده. وفي اليوم اللي بعده بيبدأوا انهم يراقبوا البيت علشان يخططوا للسرقة، وبيعتقدوا ان المهمة هتبقى سهلة لان المنطقة اللي الراجل ساكن فيها منطقة هادية. وخلال ما هم بيراقبوه بيهجم على عربيتهم كلب، وبيعرفوا وقتها ان الكلب ده بتاع صاحب البيت، وبيكتشفوا بعدها وهم بيراقبوه ان صاحب البيت كفيف، يعني ما بيشوفش حاجة، وبكده مهمتهم هتبقى اسهل اكتر. وبالليل جه ميعاد السرقة، واول حاجة عملوها خدروا الكلب بتاعه، وبعدها بيحاولوا يفتحوا الباب عن طريق المفاتيح اللي خدها أليكس من والده. بس الغريب ان المفاتيح ما كانتش بتفتح، وبيكتشفوا كمان ان في 3 اقفال على الباب، وده بيخليهم متأكدين ان الفلوس لسه جوه البيت. وبعدها جربوا يدخلوا من الباب الخلفي بس برضه بيفشلوا. وفي نفس الوقت ده روكي بتلاحظ شباك صغير مفتوح، فبتقرر هي تخش منه، وفعلا عملت كده ودخلت البيت. واول حاجة عملتها فصلت الانذار، وبعدين فتحت لهم الباب الخلفي، وبعدها كلهم بيقلعوا جزامهم علشان ما يطلعوش اي صوت. وبيطلع ماني للدور اللي فوق علشان يخدر الراجل، بس وقتها بيكون التلفزيون شغال على فيديو لطفلة صغيرة، وبرضه بنشوف ان في مسدس موجود تحت سرير الراجل الكفيف. وفعلا ماني بيخش اوضته وبيحاول يعمل ثقب في الازازه علشان ينشر الغاز المنوم، بس بيطلع صوت بسيط جدا، فعلى طول بيسمعه الراجل وبيقوم. والراجل وقتها بيكون فاكر ان الصوت طالع من التلفزيون، فبيقفله علشان يكمل نوم. فماني وقتها بيقلق وبيسيب ازازه الغاز وبينزل، وبعدها بيقول لاصحابه انه خلاص خدر الراجل. وبعدها بيلاحظوا ان في قفل كبير موجود على باب البدروم، فبيتوقعوا وقتها ان الفلوس موجوده جوه، وبعدها بيحاولوا يفتحوه لكنهم بيفشلوا في كده. فماني وقتها بيخرج المسدس وبيقرر يضرب نار على القفل، بس أليكس بيعترض ان ماني جاب سلاح معاه اصلا، لان ده بيدي الحق للكفيف انه لو صحي وحس بيهم يضربهم بالنار عادي. ووقتها أليكس بيقرر انه يسيبهم ويمشي، بس ماني برضه ما هموش وضرب نار على القفل وكسره. بس مجرد ما ضربوا نار لقوا الكفيف واقف وراهم وبيقعد يتكلم ويسأل مين موجود في بيته، ووقتها بيكونوا مرعوبين منه. وهو ماشي بيدوس على قطعة من القفل اللي اتكسر، فبيتأكد بكده انهم حرامية جايين يسرقوه. ووقتها ماني اتكلم وقال للكفيف انه لو اعترض طريقهم هيضربوه بالنار، وبيضرب طلقة في السقف علشان يخوفوا بيها، لكن الراجل الكفيف بيقرب ناحية ماني ببطء وبيعرف يمسكه ويتمكن منه، وبيعكس اتجاه المسدس ناحية اتجاه ماني. فالكفيف بيبدأ يسأله حد معاه تاني ولا لا، فماني قال له لا، فعلى طول بعدها الكفيف ضربه بالنار وموته. وروكي طبعا كانت ماشية وشايفة كل اللي بيحصل، واول لما لقت ماني مات اترعبت وراحت تستخبى في أوضة تانية. ووقتها أليكس بيقرر يرجع البيت بعد ما سمع صوت الطلقة التانية، بس وهو داخل بيلاقي الكفيف في وشه وبيتفادى في اخر لحظه. وبعدها الكفيف بيدوس على حته ازاز وبيعرف ان القطعه دي من شباك الحمام اللي روكي دخلت منه، وبعدها بيروح للباب الخلفي فبيعرف انه مفتوح وبيبدا انه يقفله. وقتها أليكس بيكون مستخبي تحت الحوض، وروكي بعدها بتبعت لأليكس رساله وبتقول له انها مستخبيه في اوضه اللبس. وبعدها بيتجه الكفيف للاوضه اللي فيها الخزنه، وبعدها روكي بتشوفه وهو بيكتب كلمه السر، وبتتاكد ان الفلوس معاه وموجوده في الخزنه زي ما هي. وأليكس بعدها بيطلع علشان ياخدها ويمشوا، بس روكي بتفتح الخزنة وفعلا بتاخد منها الفلوس. وبعدها قالت لأليكس انها مستعدة علشان تمشي، وبيكون طريقهم الوحيد للخروج هو البدروم. بس في طريقهم بيلاقوا الكفيف في وشهم وبيكون في ايده مسدس، وبيحاولوا انه ما يطلعش صوت منهم، بس في الوقت ده بيرن تليفون ماني، فالكفيف على طول بيضرب عليه نار تاني، وبعدها بيسحب جثة ماني علشان يتخلص منها. وبعدها برضو الكفيف بيشم ريحة غريبة وبيتأكد ان فيه جزمتين موجودين، وبكده عارف ان لسه في حرامية موجودين في البيت، فبيجري على طول على الخزنة بس ما بيلاقيش الفلوس وبيلاقيها اتسرقت، وبيكون باين عليه انه اتعصب جدا. ووقتها أليكس وروكي بينزلوا للبدروم تحت وبيدوروا على اي باب يخرجوا منه،
وفجأة بتظهر لهم بنت بتصرخ عليهم وبتكون مربوطة بحبل متوصل بجرس في اوضه الكفيف. فعلى طول بيسمع الكفيف الجرس، والبنت اللي في البدروم بتستنجد بيهم علشان يفكوها وبتديهم ورقه، وبيعرفوا ان البنت دي اسمها ساندي، وساندي دي هي اللي خبطت بنت الراجل الكفيف زمان، وان الكفيف خطفها وحبسها هنا من يومها. فاليكس وقتها بيقول لروكي احنا لازم نهرب ونبلغ الشرطه وهم يجوا ينقذوها، لكن ساندي بتشاور لهم على خزنه، وفي نفس الوقت بيلاقوا الكفيف بيجري من فوقهم. فعلى طول اليكس راح فتح الخزنه علشان كلمه السر بتاعتها نفس كلمه السر بتاعت الفلوس اللي روكي عارفاها، وبيلاقي جوه الخزنه دي مفاتيح الكلبشات بتاعت ساندي، وبرده دي مفاتيح باب الخروج، وبعدها بيلاقوا باب الخروج. فبيجرب اليكس المفتاح اللي معاه وبينجح اخيرا انه يفتح الباب، بس اول لما فتح لقى الكفيف في وشه وبيضرب عليه بالنار على طول، بس الطلقه بتيجي في ودان اليكس وبيقع على الارض، ولما بيضرب الكفيف تاني جت الطلقه في ساندي وماتت على طول. فاليكس وروكي بيستخبوا، وقتها بيعرف الكفيف ان ساندي هي اللي ماتت، فبيفضل يصرخ وبيحملهم ذنب موتها، وبعدها بيقفل باب البدروم وده كان باب خروجهم الوحيد، وبعدها بيطفي انوار البيت كله وبيبدا يصطاد فيهم، ودلوقتي محدش فيهم شايف حاجه، وبيقدر بعدها انه يوصل لاليكس، ولما بيجي يضربه بالنار بيلاقي ان المسدس فاضي، فاليكس بيستغل الفرصه وبيوقع عليه رف المكتبه، وعلى طول بياخد روكي وبيطلع تاني للدور اللي فوق، لكنهم بيتفاجئوا ان الكلب فاق وواقف قدامهم، فبيحاولوا يفتحوا الباب بالمفاتيح اللي معاهم، وده طبعا من غير ما يعصبوا الكلب، لكن الكلب على طول بيهجم عليهم، فبيسيبوا المفاتيح في الباب وبيطلعوا يجروا لفوق، وبعدها بيخشوا اوضه وبيقفلوا عليهم الباب، وبيلاقوا في الاوضه دي فتحه تهويه ممكن يخرجوا منها، فعلى طول بتدخلها روكي، بس قبل ما بيدخلها اليكس هو كمان الكلب دخل وهجم عليه وحدفه على سطح الدور الاول، وبعدها على طول الكلب دخل لروكي في فتحه التهويه، فروكي بتقع على راسها وبتفقد هي كمان الوعي، وبعدها الكفيف وصل لاوضته واخد مسدسه اللي تحت السرير، وكان سمع صوت الازاز اللي اتكسر، فضرب طلع على سطح الازاز والازاز اتكسر واليكس وقع تاني. واليكس لما دخل البيت تاني كان بيحاول يشغل جهاز الانذار علشان الشرطه تسمعهم وتيجي تلحقهم من الراجل ده، لكن الكفيف برضه بيوصل له وبيفضل يضرب عليه بالنار، فاليكس على طول استخبى في اوضه تانيه، والاوضه اللي استخبى فيها دي كان فيها جثه صاحبه ماني، واليكس وقتها بيحاول يكتم صوته، لكن الكفيف بيسمعه وبرضه بيوصل له وبيفضل يضرب فيه، وفي النهايه ضربه بالمقص وموته. وبنرجع لروكي بعد ما فاقت وبتكمل ماشيه علشان تحاول تلاقي مخرج، لحد ما بتلاقي شباك حديد هيخرجها بره وبتحاول تفتحه، لكنها عملت صوت والكفيف سمعها، وقبل ما تخرج من البيت الكفيف كان وصل لها وسحبها من دماغها ورجعها تاني، وبيفضل يخنق فيها لحد ما بتفقد وعيها، وبعدها لما روكي بتفوق بتلاقي نفسها في الاوضه اللي كانت فيها ساندي، والكفيف بدا يتكلم معاها وقال لها ان ساندي قتلت بنته وانها كانت هتعوضه بابن تاني، لان ساندي كانت حامل منه اصلا، وانه كان واعدها انه هيطلق سراحها بعد ما تولد، لكن بسبب اللي هم عملوه ساندي ماتت وابنه كمان مات في بطنها، ودلوقتي مطلوب من روكي انها تعوضه بابن عن اللي مات، بس في نفس الوقت ده بنكتشف ان اليكس ما ماتش وانه فقد الوعي بس، وبيفوق وبينزل بسرعه للبدروم وعلى طول بيضرب الكفيف، وبيقدر انه يحرر روكي، وبعدها ربط الكفيف مكانها، واخيرا بيوصلوا لباب الخروج، بس قبل ما بيطلعوا اليكس بيتضرب بطلقه في ظهره، والطلقه دي بتكون من الكفيف اللي قدر يفك نفسه، وللاسف اليكس مات المره دي، وروكي قدرت تخرج بره البيت، وقتها بتقف بعيد وبتقول للكفيف انه ما يقدرش يعمل معاها حاجه طالما هي مش في بيته، فعلى طول الكلب بتاعه بيروح يهجم على روكي، وروكي بتحاول تهرب منه وبتخش جوه العربيه، لكن شنطه الفلوس وقعت منها بره بسبب الكلب، ودلوقتي روكي قدامها خيارين، يا اما تمشي وتسيب الفلوس يا اما تخاطر وتنزل تجيب الفلوس، لكن وقتها الطمع بيكون مالي عينيها وبتفتح للكلب شنطه العربيه، واول لما الكلب بيخش بتحبسه فيها، لكن الكلب بيكون شرس جدا وبيقدر انه يعدي من الكنبه، فعلى طول روكي بتربطه بخطاف وبتقدر تنزل من العربيه، واخيرا بتاخد الفلوس، ولكن ما بتلحقش تتهنى لان الراجل الكفيف بيكون وصل لها تاني وضربها وبدا يجرها علشان يرجعها للبيت، وروكي بعدها بتقدر تضرب الانذار، وبسبب الصوت العالي الراجل الكفيف بيتشتت وما بيقدرش يحدد مكان روكي، فبتمسك روكي حديده وبتضرب بيها الكفيف لحد ما بتوقعه على الارض، وبتطلع طلقه من المسدس وبتيجي فيه، ووقتها بتفتكر ان خلاص كده الكفيف مات، لكن هيهات، وبتطلع تجري على طول من البيت وكان معاها الفلوس، وبعدها بثواني الشرطه وصلت بسبب الانذار اللي اتضرب، وبعدها بفتره بتظهر روكي واختها وهم في محطه القطر علشان يسافروا، وبتشوف في الاخبار ان في بيت في المدينه اتعرض للسطو، وصاحبه الضابط المتقاعد قدر انه يقتل الصيني اللي هجموا عليه، وان مفيش حاجه اتسرقت من البيت، وده على حسب اقواله.